انا مش لاقي كلام. سهله مش صعبه نهائي، ما فيهاش اي تعقيد. هنزل بكوبايه ميه، معلقه كبيره سكر، حوالي نص معلقه ملح صغيره، معلقه كبيره خميره، معلقتين زيت زيتون، كوبايتين دقيق، وهنعجنهم لحد ما تبقى معايا بالشكل ده. رشه دقيق واسيبها ترتاح نص ساعه. بعد نص ساعه نجيب رشه دقيق وهفردها، وبأي حاجة بقى مدورة كده عندكم، أو ممكن قطعة السابليه أو كوباية ستانلس أيا كان، وهنبدأ ناخد منها دواير كده. صينية وادينا زيت وهرص فيه العجين بتاعنا. طبعا العجين اللي طلع ده هنكوره ونعمله تاني، نفرده ونقطعه تاني بالشكل ده. هجمع العجين ده تاني، سيبه يرتاح 10 دقايق وارجع افرده تاني. وبعد العجينه كده معانا ما ارتاحت وخمرت، اجيب عندي خضار زي طماطم وفلفل زيتون واي نوع جبنه، شيدر او رومي وموتزاريلا، اشوكها كده. هجيب عندي صلصه حاطط عليها ملح وفلفل اسود وزعتر وزيت زيتون، وهدهن كده الوش. ممكن نستخدم المعلقه احسن. هنزل بالخضار اللي مقطعه صغير كده عندي. هنزل بالجبنه الرومي، وهنزل بعد كده بالموتزاريلا، واخر حاجه هنزل بالزيتون. هدخلهم الفرن على درجه حراره 180 لمده 10 دقايق، وبعد كده هشغل عليهم الشوايه. كلت نصها قبل ما اصور، ما قدرتش. انا مش لاقي كلام. سهله مش صعبه نهائي، ما فيهاش اي تعقيد. قوموا اعملوها دلوقتي، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تكتب لي محتاج ايه الوصفه الجايه. سلام.